ازيكم يا اخواتي واحلى ناس في الدنيا، يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا بعد طول انتظار وبعد فترة غياب طويلة رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو النهاردة مهم جدا لكل الناس. فيديو النهاردة ممكن يكون محدش نزله كتير او محدش شرح الطريقة دي، او الطريقة دي الناس اللي بتنزلها بفلوس. فيديو النهاردة بيتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا جدا. بس قبل ما ابدأ في الفيديو حابب اتكلم معاك كلمتين. طبعا بما ان انا بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات بسبب بسبب ان القناه كانت واخده انذارين وكده. فطبعا ما كنتش برضه ان انا انزل فيديوهات علشان لو القناه خدت انذار التانية القناه كانت هتتقفل. فقررت ان انا ما كنتش انزل فيديوهات غير لما انذار يشتغل منهم، والحمد لله في انذار منهم اشتغل. ودلوقتي هنتكلم بقى عن فيديو النهارده بيتكلم عن ايه. فيديو النهارده بيتكلم عن زرار تبعت مسج في اي جروب من غير ما تاخد ادمن. طبعا هتقول لي الزرار فيك ومش فيك والكلام ده كله، هقول لك لا يا حبيبي، ده مش الزرار الفيك خالص، ده هي فعلا زرار حقيقي. هو تقريبا مفيش ناس كتير شرحته على اليوتيوب، فجايبه لك النهارده باسهل طريقه وباسهل شرح امكان. كل اللي هتحتاج برنامج ام تي مانجر ونسخه الجي بي بي. هسيب لك اللينكات بتاعتهم تحت في الديسكريبشن والملف اللي فيه الزرار. تمام، ركز معايا كده يا برو. دي افتح الداتا. تمام، اول حاجه هنخش على ام تي مانجر. تمام، هشرح معاك شرح مبسط خالص. وهنروح داخلين على التلات شرط اللي فوق على الشمال دول اهو، وهندوس على اكستراكت ابيك اللي هي دي، وهنبحث على الجي بي واتساب، وهندوس على اكستراكت ابيك، وهندوس على لوك ات. كده تمام، كده جبنا النسخة. هنا هنعمل ايه تاني يا برو؟ هتطلع كده هنخش على مدير ملفات ده، هسيب لك برضو اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن لو احتاجته. هنخش على التحميلات على التليجرام، نخش على الملف نفك الضغط بتاعه، نستخرجه مرة واحدة. استخراج الملفات الى استخراج. تمام، طيب نروح طالعين كده وهنروح راجعين كده كده، ونخش على الملف هنا كده يا برو. طبعا الملف ده بتاعي انا اخويا عمرو مودز. طبعا عمرو هسيب لك لينك بتاعه تحت في الاول تعليق او في الوصف. خش اشترك في قناته وفعل زر الجرس وهينزل حاجات كتيرة بإذن الله. طيب هنخش كده على الملف كده يا برو، هندوس على أول واحدة اللي هي نص، هندوس محرر النصوص مرة واحدة فقط. هتلاقي كده معاك الملف. طبعا نروح عاملين كده دقيقة بس. إيه، نجيب مثلا ده. طيب ركز معايا كده يا برو بقى عشان هقولك هتعمل ايه. تمام، أول حاجة هتروح واخد السويتش ده نسخ، اللي هو من أول هنا كده. وركز وانت بتنسخ لأحسن تنسخ نقطة زيادة، فاصل أي حاجة. تمام، وبعد كده تروح طالع كده وهتخش على ام تي مانجر، وهتدوس على نسخة الجي بي بي، وهندوس على فيو دي، وهتخش على الريس، وهتنزل تحت على الاكس ام ال، وهتنزل تحت وهتخش على اليو بريفسي اللي هو ده. تمام، وهتدوس على دي اول واحدة. تمام، هتستنى لحد ما يحمل، وهتضيف الزرار، تضيفه فوق تضيفه تحت تضيفه في المكان اللي يحب ان انت تضيفه فيه. تمام، طبعا ننزل تحت كده هنروح هنا كده واخدين مسطرة، ونروح ضايفين الزرار، ونروح حافظين الزرار، ونروح راجعين. واهم حاجة لما تيجي تفعله يكون ده متفعل. تمام، وهندوس على كلمة اوكي، وهنستنى لحد ما يحمل، وهنروح راجعين كده ونرجع تاني ونخش على الكلاسز، وهندوس على اول واحدة، وهندوس على select all. تمام، وبعد كده هندوس على اوكي. طيب هندوس على كلمة كلوز ونخش على السيرش. طيب بص يا برو بقى، ركز معايا علشان اللي جاي ده مهم. هناخد اللوك اللي فوق ده نسخ. تمام، اهو دقيقة واحدة. نسخ. تمام،
ونروح واخدين اللي تحتيه نسخ بالمرة، وهتطلع كده يا برو. نخش على السيرش، نبحث في السمايل، تمام، وهنبحث على ده وهندوس اوكي، وهنستنى لحد ما يحمل، وهتخش على اللي هو في فيرجن 3 ده اللي هو اول واحد ممكن يظهر لك، فيرجن 3 فيرجن 7. وهتروح طالع كده فوقيه هنا كده، وتروح عامل مسطرة كمان، وتروح حاطط الانفوك التاني، تمام. وهنروح دايسين حفظ، نروح راجعين نروح راجعين كده تاني على الملف، وهنروح واخدين الكلمة دي نسخ، نروح طالعين كده، نخش على السيرش، نبحث عنها، تمام، وهتخش على اللي هي دي، شرح مبسط وسهل خالص. وهندوس على التلات شرط اللي فوق على اليمين، وهندوس على البحث، وهنبحث على الكلمة اللي هي بتاع نو فيركتن دي الباسورد، هنحطها هنا كده نسخ، وهندوس على كلمة نيكست اللي هي دي، اللي في النص دي، تمام. هيظهر لك دي. هنروح عاملين ايه؟ نروح واخدين الانفوك اللي تحتيه ده نسخ، دقيقة واحدة، ركز بقى معايا عشان هنا ممكن تعمل انت حاجة غلط تبوظ الدنيا خالص. بص يا برو، هيطلع فوق عند نهاية الانفوك اللي فوقيه، تمام، يعني اهو هنا كده نهاية الانفوك اللي فوقيه هنا اهو، اللي هي هتلاقي اخرها فيرجن 4 اللي هي دي، علشان الناس تكون مركزة. وهتروح واخد مسطرة، تروح واخد مسطرة كمان، ونروح حاطط الانفوك كده، تمام. طيب كده خلاص خلصنا. هندوس سيف، بس قبل ما ندوس سيف في حاجة، في نسخ ما بتشتغلش فيها الانفوك لما تحطه ده، فهتمسحه من هنا كده. لو ما اشتغلتش معاك وما رضتش تثبت او تثبت وطلعت لك كراش، هتمسح الانفوك من هنا وهتحطه هنا كده، اللي هو فوق اللي فوقيه بقى، فوق الانفوك اللي فوقيه، تمام. بعد كده هندوس ايه؟ هندوس حفظ. هنرجع كده، نرجع تاني، هنروح دايسين على السيرش، وهنبحث على CHV، وهندوس اوكي. هنستنى بقى لحد ما يحمل، انا بسهل عليك الطريقة خالص. هتنزل تحت، هتنزل تاني، هتخش على الملف ده، هتفضل دايس عليه ضغطة طويلة كده، وهتدوس على لوك اد، وهتنزل كده وتروح تضغط عليه، تمام. هنروح جايبين الانفوك ده او الميثود، وهنروح واخدينه كله نسخ، دي معلش. لازم ناخده بالنقطة، وخلي بالكوا من كل حاجة. معلش يا جدعان دقيقة، نجيبه من تحت لفوق عادي، مفيش مشكلة، مش هيزعلنا. ونروح واخدينه نسخ، ونروح طالعين كده داخلين هنا، وهتدوس على البوصلة اللي فوق دي، تمام. وهتنزل تحت، هتدوس على اخر واحدة، وهتروح نازل كده في الاخر، وتروح عامل كده مسطرة كمان، وروح حط الميثود، وده سيف يا معلم، وروح ايه عطيها سيف اند اكست، انا دايسين اوكي، وثبت يا معلم، وجرب بقى تثبيت، ثبت اهي بدون اي مشكلة.
طبعا لو ظهر لنا مشكلة يبقى هو في مكان الانفوك اللي احنا عملناه، فلو ظهرت مشكلة هنغير مكان الانفوك. ندوس تم ونبقى داخلين على النسخة. طبعا النسخة شغالة هي، مفيش اي مشكلة. هندوس على التلات نقط اللي فوق وهنخش على اللي هي الجي بي بي سيتنج. تمام، هتلاقي في الحماية والخصوصية هتلاقي الزرار اهو. تمام، طبعا نرجع قبل ما افعل الزرار. هنخش هنا مثلا في جروب اهو. طبعا هنا مش ادمن فيه، يعني انا مش ادمن وكنت بعت الرسائل اهي برضو، فهجربها معاكم تاني. نرجع نخش على التلات نقط، نخش على الجي بي بي ونخش نفعل الزرار. تمام، نروح راجعين نرجع تاني، نخش على المجموعات، نخش على الجروب اللي احنا كنا فيه اهو. هتلاقي البتاع اشتغلت وتقدر تبعت اي مسج عادي. وبس كده يا برو، وده كان شرح النهارده، واستنونا في فيديو جديد.